السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نبدأ فيديو جديد كده ان شاء الله مع بعض. تشجيعة كده بسرعة. نعمل مع بعض، نسلق مع بعض الترمس ونصبن التلاجة ونعمل كذا حاجة كده مع بعض في الفيديو. انا جايبة هنا كيلو ونص ترمس بلدي، مش اللي هو السريع، جايباه البلدي. نقعه من امبارح بالليل كده، نقعته بمية سخنة بعد ما نقيته. لازم يتساب ليلة كاملة منقوع، ونغير عليه المية مرة اتنين وتلاتة كده بالليل. ودلوقتي هعلق عليه ياخد غلوة واطفى عليه على طول. من هنا ان شاء الله لحد العيد يكون استوى معانا ويكون طعمه حلو. البلدي بياخد وقت شوية في السوى عن السريع بنجيبه نبله وياخد غلوة، وبعد كده نغير عليه المية كذا مرة، وبعد كده نبدأ ناكله على طول. لكن البلدي بصراحة بيقعد من 4 5 أيام كده لحد ما نبدأ ناكله. فدلوقتي هنسمي الله كده ونحطه على النار على طول بعد ما نقعته ليلة كاملة. بسم الله. هزود عليه مية سخنة ياخد غلوتين بس كده على النار، وبعد كده هزود عليه مية سخنة ويتساب شوية اهو. حطيته في الحلة وهنزل عليه بالمية السخنة دلوقتي. هزود كده المية السخنة، هو ياخد بس غلوتين، انا مش عايزاه يتسلق سلقه كامله عشان ما يتهريش معانا، هيبقى طعمه مش حلو. حاطينه كده ميه سخنه، اول ما يغلي غلوه واحده والتانيه اروح طافيه على طول، ونغير عليه الميه كذا مره كتير بقى. طول ما احنا حاطينه قدامنا على الرخامه نغير عليه الميه. كل ما ادخل المطبخ بغير عليه، بحاول على قد ما اقدر اغير عليه 4 مرات في اليوم، 5 مرات في اليوم، عشان المراره اللي فيه تطلع. طول ما الميه بتبقى صفرة معايا في النقع، بيبقى طبعا المراره لسه موجوده فيه. هنشوف مع بعض دلوقتي ان شاء الله اول ما ياخد الغلوه والتانيه واطفي عليه على طول. نبدأ مع بعض بقى ننضف التلاجة. بسم الله. هي نظيفة بس فيها كده شوية حاجات هتتحضر. نشيل ورق رمضان اللي كنا حاطينه، وابدأ انضفها وافضيها واطلع اللي جواها. في هنا طبعا ردة بس مش باينة في الكاميرا قوي، في بواقي عصير. هبدأ ان شاء الله كده نحضرها مع بعض وننضفها، عشان ان شاء الله نجيب حاجة العيد نرصها على نضافة. افضيها دلوقتي واغسل الرفوف ونشيل الحاجة اللي فيها، وبعد كده ارجع لكم تاني. انا هنا حطيت في الطبق شوية خل وصابون مواعين عادي، اي نوع صابون موجود، ومية سخنة. بحب اغسل الحاجة بمية سخنة، بتبقى نظيفة معايا وبتبقى جميلة جدا. ابدأ بالليفة كده مش بسلكة، اغسل التلاجة بليفة، اغسل حاجتها كده على طول واشطفها واصفيها، والرفوف برضو معايا لحد ما اغسل التلاجة يكون هما اتصفوا ونشفوا معايا. يعني الحاجة لما بغسلها اول باول كده ما بتتعبنيش في الغسيل، غير لما تكون مركونه فتره طويله بتتعبني بصراحه لما باجي اعملها. انا ايدي في الحاجه على طول بغسلها دايما، ما بركنهاش. بغسل حاجه الثلاجه او اي حاجه بميه سخنه بتنضف بخل وصابون. ما نغسلش الحاجه دي بالسلك، السلك هيجرحها، مش هتبقى حلوه وهتبوظ مننا. بالليفه بتبقى احسن. هنا كده غسلت الرفوف وصفيتها على فوطه، غسلت كلها الحاجه بتاعت باب التلاجة. وهنا لسه الترمس على النار كده. فضيت التلاجة كلها، كل حاجه اتفضت فيها. هفضي الفريزر وادعكها كده دعكه تمام وانشفها، وابدا ارص الحاجه على طول كده. الترمس بعد ما خد غلوتين افضيه هنا على طول واغير الميه بتاعته. هما غلوتين 2 وقفلت عليه على طول. طبعا ده بلدي هياخد وقت معانا. انا جايبه له حمص بس هعملها، هحط عليه الحمص في الاخر خالص، اسلقه لوحده واضيف ده على ده، لان ده طبعا سوا وده سوا، مش هحط عليه الحمص دلوقتي خالص. افضل اغير عليه الميه كده واركنه جنبي هنا على الرخامه على طول
كل شويه اغير عليه الميه لحد الميه بتاعته ما تبيض معايا خالص. بعد 4 ايام كده ولا حاجه يبدا الاكل، ولسه فاضل كام يوم ان شاء الله على العيد. خلاص رمضان بيودعنا، واحنا برضو بنودع صحتنا كده معاه وقلبين الدنيا، ونطلع السيف ونقلب الشقه. افضل فاتحه كده على الميه عليه. هنا برضو معايا خضار غسلاه كده ومصفياه، بتنجان رومي وخيار وجزر. هنا العلب بتاعه التلاجة عندي، بحب وانا بشيل الخضار في التلاجة احط تحت الخضار هنا بعد ما اغسله واصفيه منديل مطبخ او فوطه اي حاجه. انا عندي الفوط دي منها عدد كبير بتاع المطبخ عندي، بحب احطهم في العلب. ودي العلب برضو اللي بشيل منها غسلها كلها، هي بشيلها في الفريزر، في الاكل، في الخضار، في اي حاجه. جميله جدا جدا، وبتحافظ لي على الخضار بكذا شكل وكذا مقاس. ده المقاس الصغير، ده المقاس الكبير. بشيل فيها خضار، بشيل فيها حاجات في الفريزر. جميله جدا جدا، عندي منها كميه كبيره. بحب احافظ عليها، بحب احافظ فيها في الخضار. هنا هرص على طول الجزر والخيار معايا. جميل جدا بعد ما يتغسل ويتنشف كويس، ما يتشالش بميته. نصفيه كده كويس، وبعد كده نرصصه في العلبه بتاعته كده في التلاجة. يقعد معايا من اسبوع ل10 ايام. الخضار بيبقى موجود، ما بيجرالوش اي حاجه طالما محافظه عليه ومنشفاه كويس. هرصصه كده وارجع لكم تاني نشوف التلاجة بعد ما خلصتها. هنا كده رصصت البتنجان تحتيه الفوطه، بتحافظ عليها جدا بعد ما نشف معايا، بعد ما غسلته وصفيته. ودي العلب التانية برضو. ابدا ان شاء الله اشتري حاجات تانية برضو للفريزر، لان الحاجه اللي كنت شايلاها ساعه رمضان الحمد لله كله خلص الحمد لله. نجيب تاني ونرصص تاني ان شاء الله، ونخزن حاجات جديده ان شاء الله. ابدا انزل اجيب حاجات للفريزر، لان الحاجه عندي ما شاء الله خلصت بالف هنا. العصاير والحاجات اللي كنت شايلاها نبدا ان شاء الله نعمل حاجات جديده برضو للعيد، لان ايام العيد بتبقى المحلات والخضريين بيبقى قافلين. فنبدا نحضر بقى مع بعض كده ان شاء الله حاجات وخضار وتفريزات، لحوم، بانيه، مفروم، اي حاجه نشيلها ان شاء الله في الفريزر تنفعنا يومين الاجازه ان شاء الله مع بعض. كده نبدا بسم الله كده ونشوف التلاجة مع بعض ان شاء الله. بسطها كلها. دي ازايز عصير، دي علب صلصه كده شايلاها في الفريزر، تطلع جاهزه معايا على طول. اي حاجه متبقيه معايا هنا ممكن بلح، عيش، اي حاجه بحطها في العلبه لحد ما نبدا نملى الفريزر ان شاء الله. كده بقت زي الفل ما شاء الله. وده الدرج معايا، بحب احط فيه اي حاجه، توابل، علب الهريسه بتاعتي، اي حاجه متبقيه معايا خايفه عليها تبوظ بشيلها هنا. توابل كميه كتيره، مثلا علب الهريسه، اي حاجه بشيلها هنا في الدرج. وفي الحافظه برضو بتاعت في التلاجة ما شاء الله. كده خلصتها. دي برضو علب الشوفان، دقيق، فيجيتور، اي حاجه برضو بحطها هنا، بخاف عليها تسوس من دول في المطبخ، بشيلها هنا في العلب بتاعتها في التلاجة على طول. كده خلصنا التلاجة، ما خدتش وقت معايا عشان نضيفة، ما اخدتش وقت خالص في الترتيب. اشوف بقى اللي بعده ان شاء الله. هنا كده بعد ما خلصت التلاجة وصبنتها، هبدأ افك معايا المورد. يتفك كده، شيل القطع اللي من جوه، اغسل كل حاجة فيه. هنا برضو كل حاجة فيه بشيلها واغسلها وارجعه تاني. بعد ما انشفه كويس جدا بيتغسل من جوه من هنا برضو واصفيه. كل ده بغسله وبفككه كده من بعضه، وبعد كده ارجعه تاني ان شاء الله. كده بغسله من جوه كده بليفه ونقطه خل ونقطه صابون. الميه دي كلها هفتح اللي هي في حته من جوه كده بفتحها من ورا، بتصفي الميه دي كلها معايا. التنظيفه دي كل بعملها كل اسبوعين مثلا، كل كام يوم كده، ان الولاد وايديهم على طول فيه بيبقى متلحوس معايا، مش بحب شكله كده، وهو كمان قريب من البوتاجاز، فبحب على طول اغسله اول باول. انا مش هدلق عليه ميه من بره طبعا عشان الكهرباء، انا بس بدعكه وبعد كده همسحه بتاعه. ده المكان اللي انا بفكه، بصفي الميه منه وانا بشطفه من قلبه.
دي بسيبها كده على الارض تتصفى. طبعا الارض كلها طبعا متبهدله ميه من كام ما كنت بغسل التلاجة وكده. الميه اللي هنا بتتصفى كلها من الفتحه دي. هدلق بقى في قلبه دلوقتي ميه واشطفه ان شاء الله. كده بدات اشطفه بقى من قلبه، والميه الزياده بتنزل من هنا. غسيله سهل جدا جدا، مفيهوش اي حاجه خالص. نصفي الميه ونبدا ننشفه، بس بعد ما اشطفه مره واتنين وتلاته، وبعد كده انشفه كله من قلبه ومن بره ومن كله. كده خلاص غسلته نشفته. الحته السمرة دي برومه فيه، مش حاجه ولا كده. كده هرجع اركبه. ركب سهل جدا جدا، ما بياخدش حاجه. دي بتتحط على الوش كده وتتلف ايه تكه صغيره بس كده. انا هنا غسلت الحيطه اللي هي ورا المبرد على طول. المطبخ طبعا انا كنت مصبناه معاكم اول رمضان، مطبخ نضيف. بس ايه هوضبه كده توضيبه من على الوش. غسلت الحيطه وارجع المبرد مكانه. كده خلاص نشفته وشغلته ومليت القاروره بتاعته. ما شاء الله بقى زي الفل. على الاقل بيدينا ميه بعد كده تكون ساقعه شويه وفيها طراوه كده. بعد ما اتغسل وتنشف شغلته بعديها بشويه كنت مليت القاروره. كنت لسه هكمل بقيه اللي ورايا واصبن هكمل الديب فريزر وهشوف اللي ورايا. بس احنا خلاص، انا نازله بس رايحه مشوار. ان شاء الله اعمل لكم فيديو جديد ان شاء الله اكمل فيه بقيه تنظيفات العيد. الحمد لله الحاجه نظيفه، مش تعباني في ترويقها ولا في تنظيفها، لان ايدي في الحاجه على طول ما شاء الله. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسونيش في اللايك ودعوه حلوه واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.